السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في احتياجات مهمة جدا للإنسان ما يقدرش يعيش من غيرها، ولو الاحتياجات دي ما تلبتش أكيد هيبقى عنده انشغال عن إنجازات وحاجات مهمة تانية، لأنه أهم حاجة بالنسبة له تلبية الاحتياجات الأساسية. يحددها لنا علماء النفس في حاجة اسمها هرم ماسلو، في الاحتياجات الأولية اللي لو ما تلبتش كل حياة الإنسان هتقف عندها. من أهم الاحتياجات دي هي الطعام والشراب، لذلك يكون من أفضل الأعمال اللي الإنسان يعملها إنه يطعم حد تاني، وكأنه بيلبي له احتياج أساسي عنده علشان ما ينشغلش عن المهمات التانية في الحياة. موضوع مهم وفيه تفاصيل كتير هنتكلم عنها، ولكن بسم الله مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونور في قلبي. الاحتياجات الأساسية اللي ممكن أي إنسان ينشغل عن كل حياته لو الحاجات دي ما اتعملتش، الأكل والشرب. يعني إحنا مخلوقين من جسد وروح، وهذا الجسد لو لم يتم تلبية احتياجه هيفضل طول الوقت عطلان على الاحتياج ده لحد ما يتم، ومش هيبقى عنده أي إنجازات ممكن يحققها. لذلك إن كان من أفضل الأعمال اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحرص ويحث المسلمين عليها إطعام الطعام، وكأنك بتلبي للإنسان ده احتياجه وبتديله فرصة تانية إنه ينجز ويبدع ويشتغل ويعمل حاجات تانية في حياته، لأنك لبيت له احتياج أساسي قائم لحياته. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا إن أحسن حاجة ممكن تعملها مع حد إنك تشاركوا الطعام، وتشاركوا أكلة حلوة، وتشاركوا إنك أنت يعني حاجة حلوة كلنا محبب إلينا هذا الطعام. فالمشاركة في الطعام حب وتلبية للعلاقة ودعم العلاقة قوية جدا بيننا احنا الاتنين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل المدينة في إقامة مجتمع جديد ودولة جديدة ويعمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ولسه الدنيا جديدة، أول حاجة يقولها لهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وكأنها إشارة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الحاجات اللي هتدعم علاقتكم مع بعض إنك أول ما تشوفه تسلم عليه، تشوفه بس تبتسم في وشه وتلقي عليه السلام، فدي بداية عنوان للمحبة، إن أنا بحبك فهسلم عليك. حتى إحنا كده يعني عندنا في مجتمعاتنا يقول لك أنا حتى ما برميش عليه السلام، لما يكون مخاصم حد يعبر كده يقول لك ده حتى ما رماش عليه السلام وهو ماشي. فإنك أنت تسلم على حد أول ما تدخل عليه، فده عنوان المحبة اللي بينا، اللي بيها ممكن نكمل في علاقة طيبة. إطعام الطعام زي ما اتفقنا إنه تلبية للاحتياج، فلما أكون أنا بشارك حد على مائدة فده كده نفع للناس. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أي العمل أفضل، أو أي الناس خير، أو أي الناس أنفع؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس أنفعهم للناس. ولما تكون أنت بتشارك حد في طعامك فده نفع متعدي على الغير، وده مفيش أكتر من كده نفع لما أنت يعني بتوصل الحب والود اللي بينك وبينه بعلاقة طيبة ومشاركة في أكلة حلوة. المشاركة في الطعام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل طب خير الطعام إيه، أحسن أكل ممكن إيه، لما يقول لهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل طعام ما كثرت عليه الأيدي. يعني الطعام في جماعة، مش بس أكلة كده واحد ياكلها لوحده، لا، لما تيجي تاكل ممكن تشارك اللي حواليك. وإحنا في رمضان
ويعني موائد المسلمين مليئة بالخيرات، وبيوت المسلمين اللي مفتوحة واحنا بنطعم الطعام وبنعزم بعض. مهم قوي ان احنا نجدد النية في ده. احيانا يعني ممكن يكون في من الواجبات الاجتماعية ان لازم اعمل عزومة مثلا لاهل زوجي، طب ما تنوي بيها اطعام طعام. ممكن اعمل عزومة مثلا، لازم واجب عليا اني اعمل عزومة في شغلي مثلا، طب ما تنوي بيها اطعام طعام، شارك الناس اكلهم. مش بس اطعام طعام، ده احنا كمان ممكن ننوي بيها افطار الصائمين واكرام الضيف. نجدد النية ونعد كده نوايا كتير لعمل واحد. احنا كده كده هنقف وكده كده هنطبخ وواقفين واحنا صايمين، طب ما تنوي ده حتى مع اهل بيتك وانت لوحدك في المطبخ كده. انوي انك انت بتطعمي اهل بيتك الطعام، بتدخلي السرور على قلبهم وانت تعبانه وصايمه وواقفه. العزومات بتاعه رمضان والعادات الجميله اللي منتشره في بيوتنا كلها، لو حطينا لها نوايا حلوه هناخد بيها اجر وثواب، وتتحول من عاده متعودين عليها والزام الى عباده ناخد عليها اجر وثواب، وتبقى في ميزان حسناتنا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما يقولوا له خير الطعام ايه هو احسن طعام، فيقول لهم ما كثرت عليه الايدي. البركه بتكون موجوده في الحته دي، البركه موجوده. وفي حديث كمان عن النبي ان يعني الملائكه لا زالت تصلي على احدكم ما دامت مائدته موضوعه. طول ما هو حاطط المائده بتاعته وده يجي وياكل وده يجي وياخد حاجه، الملائكه بتصلي عليه. وصلاه الملائكه دعاء ورحمه. عايزاك تنوي نيه طيبه كده ان هذا المال المقتطع من شغلك، من الراتب بتاعك لاطعام الطعام، هيفرق جامد قوي. هيفرق في علاقاتك الاجتماعيه ويفرق في منزلتك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لانك في الحاله دي انفع الناس للناس وعندك خيريه. اعرف واحده اخت جميله كده تقول لي بصي انا كل يوم الصبح عندي حاجه لازم اعملها، تعمل سندوتشات جبنه المتوفر في البيت، جبنه اي حاجه اللي موجود في الثلاجه، وتحطها في طبق صينيه كبيره ومعاها ازازه ميه، وتقول لي بحط جنبها كده كوبايات بلاستيك، ويعني اعزكم الله كل اللي معدي ياخد سندوتش وكوبايه ميه من الكوبايات البلاستيك ويمشي، كل واحد ياخد رزقه ويمشي. سندوتش حاجه بسيطه جدا موجوده في بيوتنا كلها، لكن تقول لي انا دي فرجت عني هموم وحياتي اتغيرت بسبب هذا الأمر، وكان في مشاكل بيني وبين زوجي اتحلت، وكان عندي مشاكل رهيبة في شغلي وفي حياتي. أول ما بقيت أنوي ده البركة جت عني. البركة دي سر رهيب وهو النفع من الأشياء. خد بالك في فرق بين الكسب والرزق. ممكن واحد يكسب 100 جنيه في الشهر، ولكن ال 100 جنيه دي مثلا يعني ال 100 جنيه دي ينتفع ب 80 جنيه بس منها، رزقه فيها ال 80 جنيه، ال 20 التانية تروح في أي حاجة ممكن يعني ليست لها قيمة. ففي فرق بين أنا بكسب كام أو رزقي كام. الرزق ده هو الانتفاع من المال أو الانتفاع من الممتلكات، والرزق ده هو البركة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لنا، إنك أنت لو حسبتها بحساباتك الدنيوية أو بعقلك والله ما هتمشي. لو حسبت انت بتنفق قد ايه في الشهر في مقابل بيدخل لك قد ايه، انت مش عارف هي ماشيه ازاي. هي ماشيه ببركه ربنا سبحانه وتعالى، البركه اللي احنا كلنا عايزينها ونبتغيها من الله سبحانه وتعالى. وانت بتطعم الطعام في رمضان انوي النيه دي علشان البركه تدخل حياتك وتفرق معاك وتفرج عنك هموم ويرزقك الله سبحانه وتعالى بها منزله عاليه. هنكمل كلامنا عن اطعام الطعام ولكن بعد الفاصل، استنونا. يغفر لي ربي وارحم بعفوك علي تكرم. اغفر لي ربي وارحم بعفوك علي تكرم. أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الأكرم. أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الأكرم. ثبت إيماني يا رب
قلبي لما تحب وسامحني على كل ذنب. أنت الذي بسري أعلم، أنت الغفور الرحيم، وأنت العزيز الأكرم. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نور في قلبي وإطعام الطعام، يعني عبادة رائعة، لكن اللفظ نفسه أو المصطلح نفسه ممكن يكون مصطلح شرعي شوية، لكن هو موجود في مجتمعنا. في رمضان دلوقتي الموائد اللي موجودة والخير اللي بيعم، حاولي تحافظي عليه دايما، ويبقى بالنسبة لك أو جزء من الدخل اللي موجود شهريا لإطعام الطعام، حتى لو كان أمر بسيط جدا. أعرف تاني أخت برضو تقولي أنا لازم كل طبخة أعمل منها أنزل للحارس بتاع العمارة، حارس العقار. الراجل اتعود مني على كده وبقت عندي عادة، ولازم يوم عرفة أنزل حاجة ليه هو وأسرته، كده اتعودوا مني على ده. تقولي ما تتخيليش، أنا مجرد ابتسامتهم وفرحتهم وحبهم ليا ده بيوديني في حتة تانية خالص، والدعوة اللي أنا بدعيها اللي بيدعوها لي. وحياتي اتغيرت بعد ما بقيت أعمل موائد طعام وانا اصلا مش عارفه. انا كنت اصلا الراتب بيكفيني بالعافيه وحياتي مكفيه بالعافيه، من ساعه ما بقيت اعمل ده واخرج وكانه جزء كده صدقه المال وصدقه الجهد، لان اطعام الطعام ممكن يكون بياخد جهد في الوقفه ولا حاجه. ربنا بقى يبارك لي في صحتي ويبارك لي في فلوسي، وبقيت انا كنت بصرف في حاجات مرض، كنت اروح للدكتور مره واتنين في الشهر، لقيت نفسي فعلا يعني الامر اختلف تماما. وده مش غريب، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا داووا مرضاكم بالصدقه. ناس كتير ما بتصدقش، يبقى عندها فكره ان ايه يعني، انا عندي مريض دلوقتي نايم في السرير، منطقيا كده هروح الفلوس اللي انا اصرفها عليه هو وعلى علاجه، ولا اروح اتصدق بيها؟ ده انا محتاج. ممكن حد يفكر بالطريقه دي، لكن انت كده حسبتها بالعقل. في حاجات خارج حدود العقل اصلا، في حاجات ما ينفعش تفكر فيها بالعقل، لان مجرد تفكيرنا فيها بالعقل بيذهب بركتها، ويعني حدودنا احنا وعقلنا لا يستوعبها. داووا مرضاكم، هل بالصدقه ولا بالطبيب ولا بالدعاء مثلا؟ لا، بالصدقه. الفلوس اللي انت دي تصدق. كانت اخت تقول لي والله تحلف لي ان كنت مريضه مرض شديد، والمرض ده كان معدي، واولادي تعادوا مني هم وزوجي، ولدرجه يعني تقريبا كان في ايام الكورونا، وتقول لي لدرجه ان احنا قفلنا على نفسنا الباب علشان كفايه عدوى لحد كده. تقول لي ويعني ربنا كرمني كده، لقيت واحده بتخبط عليا وبتقول لي انا عرفت انك انت تعبانه، بتكلمني من ورا الباب، تحبي اعمل لك حاجه؟ طيب تحبي اساعدك ازاي؟ بتقول لي جت في بالي على طول، قلت لها في اسره فقيره في المكان الفلاني، لو سمحتي انا هبعت لك فلوس على البنك او كاش او كذا، ولو سمحتي اديهم لها. بتقول لي الست استغربت جدا، ويعني هي منتظره ان انا اطلب منها مساعده عينيه، انا تعبانه ومقفله عليا الباب انا وزوجي واولادي علشان مرضنا معدي، واستغربت. قالت لي طب يعني انت عايزه حاجه تاني؟ قلت لها لا، الاسره دي بس روحي اديهم المبلغ الفلاني وهبعته لك. بتقول لي والله الست استغربت، وما كان مننا الا ايام، وبتقول لي كان اكثرنا مرضا هو زوجي، كان نايم في السرير بشكل ما حدش يتخيله، وكنا كل يوم نقول يا رب استر عليه النهارده. تقول لي والله ايام، وربنا سبحانه وتعالى زال هذا الهم. داووا مرضاكم بالصدقه، اطعام الطعام. كانوا اهلنا يقولوا كده يعني كثره اللؤم تمنع النقم، يعني كل ما تطلع اكتر كل ما النقم والمشكلات اللي عندك تقل. بس اهم حاجه ما تحسبهاش بعقلك، في حاجات خارج حدود العقل. هنكمل موضوعنا ولكن بعد الفاصل، استنونا. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياة
حياتنا دي بخيرك يا خالق الأكوان، احمينا واهدي كمان وكمان ملناش حبيب غيرك يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك يا خالق الأكوان، احمينا واهدي كمان وكمان ملناش حبيب غيرك. جمع يا رب قلوب، خلي اللي عاصي يتوب، لو كان شيطان ضله وبحق شهر الصوم، خلينا نوصل يوم في المظلومين قالوا يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نور في قلبي، موضوع مهم في إطعام الطعام، يعني صورة شرعية ولكن لها من الصور الحديثة والعصرية كتير. إطعام الطعام له أنواع، أهمها وأعلاها الإغاثة. الإطعام حال الإغاثة. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لنا: فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الطعام احتياج إنساني، والجوع يعني الجوع مخمصة ومنغصة، والإنسان الجعان ممكن يفقد تركيزه تماما عن حاجات كتير. لذلك حتى إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الشباب بالصيام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. العلماء وهم في شرح هذا الحديث يقولوا لنا إيه؟ يقولوا لنا إن سيدنا النبي يوصي الشباب: لو أنت مش قادر تتجوز خليك صايم. طب إيه العلاقة بين الصيام وما بين يعني إن هو يحتاج الزواج؟ لا، أصل هو لو شبع، جسده شبع، هيبدأ يفكر بقى في احتياجه اللي هو الزواج. لكن طول ما هو جعان فهو مشغول بالجوع، جسمه عنده منهك، مش قادر يعمل حاجة تانية ولا يفكر في حاجة تانية غير إن هو جعان. فهكذا بالنسبة لإطعام الطعام. نتخيل واحد جائع طول الوقت وعنده هذه المخمصة وهذه المنغصة، هتبقى دايما شغلة حيز كبير من تفكيره، مش قادر يعمل فيها حاجة. فلما يكون في حد بيطعمه هذا الطعام ويشاركه هذه المشاعر الوجدانية ويلبي له هذا الاحتياج، فأنت بتقوم إنسان. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وخير الناس أنفعهم للناس. أنت وكأنك بتقول له: قوم انجز، أنا بساعدك. علشان كده إن طعام الإغاثة أو الطعام في يوم ذي مسغبة، يوم فيه جوع شديد أو مكان فيه جوع شديد، وانت بتقدم هذا الطعام كنوع من تلبية هذا الاحتياج الملح على الإنسان، فانت يعني في أعلى المقامات. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وربنا سبحانه وتعالى يسب المنافقين لأن هم لا يحضوا على طعام المسكين. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، المنافق، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يجي حد كده تقدم له مثلا طعام، ودي أنا بقولها دايما لحبيباتي البنات الزوجات: حبيبة قلبي، لو لقيتي زوجك عايز يطعم حد أو يطلع صدقة لحد ساعديه، لو عايز يطعم أهله أو يعزمهم أو حاجة ساعديه، ولا يحض على طعام المسكين. خدي بالك، اللي بينهي الناس عن إطعام الطعام وصفه الله سبحانه وتعالى بالنفاق. فخدي بالك حبيبة قلبي، ساعدي زوجك لو حب ان هو يعزم عيلته او يعزم اسرته، خليكي عونة له في ذلك، لان اللي ما بيعملش ده فهو من صفات المنافقين. ده المرتبة الاولى، او اطعام في يوم ذي مسغبة. المرتبة الثانية او نوع تاني، شكل تاني من اطعام الطعام، انك تطعم اي حد، اي حد، حبيب غير حبيب. طول ما انت ماشي شنطتك فيها حاجة بتدوقي الناس منها. صور كتير لإطعام الطعام هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن بعد الفاصل استنونا. وهاب يا ربي في كل باب، واختار في ايديا التراب، انا من كسوفي
خفت أقول من نعمتك بعمل ثواب، وهاب يا ربي في كل باب، واختار في ايديا التراب. انا من كسوفي خفت اقول من نعمتك بعمل ثواب. بسم الله مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نور في قلبي وإطعام الطعام. يسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرد على الصحابي على طول، يقول له: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ إزاي أكون مسلم حقيقي؟ فالنبي يرد عليه: أن تطعم الطعام. وأول حاجة على طول أن تقرأ السلام وتطعم الطعام. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اي حد انت ماشي تسلم عليه. طبعا يعني حبيباتي البنات خدي بالك، الكلام هنا للرجال عن مجالس الرجال، وحضرتك انت كبنوته على مجالس السيدات. فان تقرأ السلام وتفشي السلام على الناس، فده معناه علامه حب وود، وانك انت انسان بشوش. والمسلم معروف انه لازم يكون بيبدأ بالمحبه والود مع الجميع. واحنا نسأل الله عز وجل ان نخرج من رمضان يا رب ناس تانية. دخلنا ناس وخرجنا بناس تانية. العبادات لوحدها كصلاة وصيام، انقطاع عن الأكل والشرب، هذه العبادات إن لم تؤثر فينا وفي شخصيتنا محتاجين مراجعة. محتاج تراجع نفسك. لو أنت طول الشهر منقطع ويعني تقصد وجه الله سبحانه وتعالى وتروح تصلي القيام والعبادة لم تؤثر، فخدي بالك، خدي بالك حبيبة قلبي، لو مفيش تأثير حقيقي جواكي، لا راجعي نفسك في الأيام اللي جاية. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل أي الإسلام خير، فعلى طول أن تطعم الطعام، إنك تلبي احتياجات الناس وتكون إنسان نفع متعدي. وعلى فكرة النقطة دي مهمة جدا. الإنسان الصالح في نفسه شيء جميل، لكن الأحسن منه الصالح المصلح، اللي بيتعدى نفعه على الناس، اللي دايما خيره كده يعني واضح. حتى إن سيدنا النبي لما يسأل أو يقول لنا على الجليس الصالح يقول إيه؟ مثل الجليس الصالح أو مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل مين بقى؟ حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك يعني إيه؟ حتى هو النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها لنا في باقي الحديث. حامل المسك إن لم يعطيك من مسكه هتشم منه ريحة طيبة. لو ما ادالكش بشكل صريح، هو طول الوقت بينثر ريح طيبة وهو ماشي. هكذا المسلم اللي نفعه بيتعدى على الناس، لو هو ما ادالكش حاجة صريحة فيها مصلحة حقيقية، لكن مش بيأذيك، بيكف أذاها عنك، على الأقل طول الوقت بيفشي السلام، إنسان بشوش يعني كلماته طيبة وأسلوبه حلو، حد محبوب زي ما احنا بنقول كده، طاقته حلوة في المكان بيفرق. هكذا المسلم لابد أن يكون، وهكذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع تاني لصور إطعام الطعام. الصورة الأولى اللي احنا قلناها كانت صورة الإغاثة، والصورة التانية إن احنا حتى ندوق بعض. كان زمان في عادة حلوة عند المصريين، الطبق اللي طالع نازل مش عارفين هو بتاع مين، تعمل حاجة حلوة وتوديها لجارتها. وكان سيدنا النبي يقول للمسلمين لما تعمل حاجة لحوم أكثر ماءها، يعني زود من المرقة كده أو الشوربة يعني بمفهومنا العصري، وادي للناس، جارك لو شم ريحتها اديها له. فأمور بسيطة جدا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه بقى في إطعام الطعام؟ حديث أخير: إن الله ليربي لأحدكم التمرة أو اللقمة حتى تصير يوم القيامة كجبل أحد. لقمة بسيطة، تمرة أو بلحة، تديها لحد كده وتدوقوا منها، تفرحوا وتدخل السرور على قلبه، تروح يوم القيامة لله سبحانه وتعالى تلاقيها زي جبل أحد. دي كانت بلحة، تمرة بسيطة أنا اديتها لحد، لقمة أكلتها لحد. يوم القيامة جبل أحد في ميزان حسناتك، بشرط إنك تجدد النية إنها عبادة وطاعة لله. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا يا رب ليلة القدر، وأن يجعلنا أنفع الناس للناس، وأن يتعدى نفعنا، وأن نكون أصحاب أثر طيب يذكره الناس من قدامنا ومن ورانا. نشوف حضراتكم في حلقة جديدة. نور في قلبي. سلام عليكم.